الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب ما حرمنيش منكم يا رب، ولا من تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. دلوقتي هعمل صينيه بسبوسه كده، ايه على قد ما اقسم يعني، بس طريقه جميله جدا وهتعجبكم يعني. دلوقتي عاير 3 كوبايات من دقيق البسبوسه اهوت. 3 كوبايات، الكوبايه دي يعني نص كيلو، وكوبايه الا ربع كوسه الهند حطها عليها اهيت. كوسه الهند ناعمه، وكوبايه سكر هكرملها، وكوبايه لبن، وطبعا هحتاج معلقه عسل كلوكوز، والسمنه البلدي. باذن الله اعمل لكم الطريقه بقى. نروح نكرمل السكر مع بعض قدامكم، نوزعه كده في الطاسه كده. هنسيبه شويه يسيح، مش هنقلب طبعا خالص، على بال ما نلاقي بقى فقاقيع كده من الحروف. هنقلب بالراحه برده كده، نجيبه على قدام كده. فهنسيبه ايه ما يسيح شويه، واوريكم برده ايه. اهو بكرمل السكر اهوت يا جماعه لسه، بس عايز شويه غمقان شويه، يعني بتاع 5 دقايق كده ان شاء الله. هو بدأ يغمق شويه اهوت. دي الدرجه اللي احنا عايزينها. هوطي النار عليها على بال من ايه نجيب معلقتين السمنه نحطهم عليها. اللي عنده زبده يحط. احط السمنه معلقتين كده، معلقتين بس يعني توصيه بيهم شويه. احط دي في الحوض بس كده عشان اقلب بدي. اهو يا جماعه السمنه بتسيح اهي، السمنه البلدي بتسيح في قلب السكر، بتسيح في قلب السكر اهيت. وبعدين هنحط معلقتين الجلوكوز عليهم. بصراحه بقى البرطمان العسل قفش معايا خالص، مش راضي يتفتح. انا كنت احطه زياده يعني، بس هو مش محتاج يعني. اللي عايز يحط يحط، اللي مش عايز مش مهم. بعدين دلوقتي هكب كوبايه اللبن اهيت شويه شويه. طبعا ايه تاخدوا بالكم علشان اللبن بقى بيعمل فقاعات اهوت. كله هيسيح ان شاء الله دلوقتي. لما جربت بقى كتير بصراحه، لقيت دي بقى ايه انسب طريقه لعمل البسبوسه. وبعدين انا عندي حته قشطه اهيت، حته قشطه شايلاها من على وش اللبن، ممكن احطها برضو اهيت. على بال ما الحاجات تتسيح في بعضها. مع القشطه مع اللبن مع السكر كله هيسيح اهوت. طريقه جميله وحاجه حلوه بقى في الساقعه دي. بصراحه كنت كل ما اعملها بالطريقه التقليديه التانية دي، اللي هي الزبادي مع السمنه، ما كانتش بتنجح معايا بصراحه. انما الطريقه دي لقيتها جميله جدا وهتعجبكم قوي. اهيت بدات تسيح خالص اهيت. هنسيبها 5 دقايق كده تهدى عشان نحطها بقى على الدقيق. انا لقيت فيها بقى ايه يعني كتلات كده، مش عارفه من ايه بالظبط، فقلت اما اصفيها يعني. عندنا بقى في اسكندريه هنا النوة بقى، والشتا عمال يطرقع بره ورعد. يا سلام دربكه.
الدنيا بتدربك والسيول ما شاء الله. بس الجو جميل، الجو بيبقى جميل قوي قوي يعني، ما بيبقاش تخاف منه. المصفى بس صغيره معكسانه شويه، فهصفيه بقى وهقوم اذا يكون برد حتى يعني، واقوم منزلاه على عشان لو اتسبى فيه هينشف البسبوسه. فانا قلت ايه اصفيها يعني. دلوقتي الخليط هدى شويه اهوت، هقلبه بقى على الدقيق تقليبه بس يعني، مش عجن، تقليبه كده اهوت. نفضل بقى ايه نجيب كده بس تقليب. هو بيبقى كده مفرول يعني عشان البسبوسه الناجحه ان شاء الله. كل الخليط اتقلب اهوت اهو، مفيش دقيق خالص. اهو بقى توزع فيه خالص اهوت، الدقيق كله اتدرى. وطبعا دهنت الصينيه سمنه اهوت، سمنه بلدي، وعشان هو طبعا لازم بالسمنه البلدي يا جماعه البسبوسه دي، عشان تبقى ايه يعني فرق بدل اللي بناكله بره وبين اللي احنا بنعمله. هننزل الخليط كله كده. انا ايديا نظيفه وغسلاه ما اعملش ليه بايدي اهوت، والله ايديا نظيفه يا جماعه جدا ومغسوله، عشان بس ابطط الخليط اوزعه كده، بطط عليه كده. اهيت بقى عملتها، وطبعا سويتها خالص، وكان عندي شويه سوداني بقى كده مكسرات، اللي هو يعني الناس اللي على قد الحمد لله. فايه نحطها في الفرن، وعلى بال ما اعمل الشربات بقى مع بعض. الشربات بتاعها بيبقى خفيف شويه عن شربات الكنافه. الشربات بقى يا جماعه احط ايه كوبايتين سكر اهيت، عشان الكوبايه دي صغيره شويه يعني، كوبايتين سكر هم. ودي التانية اهيت، عشان هو بيبقى خفيف يعني، ياخد غلوتين كده. الشربات اهو طبعا بتقلبش، سيبناها بقى على ما يغلي شويه كده، عشان لو قلبنا هيسكر والسكر يعمل حروف يعني. فايه هو بيتساب بقى كده ما بيتقلبش، لما بيسيح بنقلب، واخد غلوتين كده ولا يعني 5 دقايق كده، ونقلبه ان شاء الله على البسبوسه. دقايق كده هنحط الفانيليا عليه اهوت، ونحط له معلقه سمنه، نحط للشربات معلقه سمنه كده حلوه كده اهيت. السمنه بس تدوب، وهو بقى جميل اهوت. السمنه تدوب، واطلع الصينيه من الفرن، اطلع الصينيه من الفرن على الشربات اهوت، وهقلبه على البسبوسه. هي طالعه من الفرن سخنه، والعسل بيبقى سخن، وبننزل عليها كده كلها ان شاء الله هيشربها يعني. وهنغطيها بصينيه على بال ايه كده دقيقتين كده كده. بعد ما طلعت من وسقتها بقى الشربات وسبتها تهدى دقيقتين كده اهيت، بقت جميله اهيت.
وبتتعمل ازاي، ناعمه وجميله اهيت وناعمه وجميله هي يا جماعه، والله تحفه، بسبوسه تحفه، وطريقه جميله جدا جدا، طريقه جميله جدا جدا، ناعمه خالص اهيت، وطريقه حلوه قوي اللي يعملها، اي حد يعملها وتنجح معاه الطريقه اللي انا عملتها دي. وبالهنا والشفا.